أسود الأطلس المنتخب الوطني المغربي يضرب بثلاثية قوية شباك منتخب جورجيا في مباراة تألق فيها خط هجوم المنتخب الوطني. سجل بوفال، سجل نصيري وزياش يعود إليكم بهدف سينمائي، بهدف اللاعبين الكبار، هدف ممكن جدا أن ينافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف هذا الموسم، هدف من قذيفة لا تصد ولا ترد من منتصف الملعب. أرسل مع زياش مجموعة من الرسائل المشفرة لمدرب جراهام بوتر في نادي تشيلسي وكذلك للجمهور المنتخب الوطني المغربي الذي لطالما طالب بعودة هذا اللاعب الفنان اللي افتقدنا لمدة 3 سنوات بجراء هلوسات العجوز البوسني فايد خليلوفيتش. عثمان سبورت، كن رياضيا ذكيا. وليد الركراكي فاجأ الجميع وبدا بالتشكيله اللي عطى فيها الفرصه اللاعبين من نادي الوداد الرياضي على مستوى حراسه المرمى ياسين بونو، قلبي الدفاع غانم سايس بجانب نايف اكل، الظهير الايمن حكيمي والظهير الايسر هنا ذكاء كبير من المدرب عطى الفرصه ليحيى عطيه الله باش يدخل في اجواء المنتخب، باش يكتسب كذلك اوتوماتيزمات خاصه مع لاعبين المحور. وبالتالي يحيى عطيه الله كنا كنعرفوا على انه هو الظهير الوحيد البديل لكل من حكيمي ومزراوي. كنعتقد على ان يحيى عطيه الله ارسل مجموعه من الاشارات الايجابيه ومجموعه من رسائل الامان والاطمئنان في هذا المركز وقدم مباراه تليق بسمعه هذا اللاعب. على مستوى خط الوسط المدرب وليد عطى الفرصه ليحيى جبران مكان سفيان امرابط في مركز افتكاك الكره، باعتبار يحيى جبران هو البديل الوحيد في قائمه المنتخب سفيان امرابط. بالتالي كان لابد خصنا نشوفوا جبران واش موجود الجاهزيه ديالو، وللامانه قدم اداء جيد على مستوى افتكاك الكره وكذلك على مستوى اخراج الكره والمسانده الدفاعيه. بجانب جبران هو وضع كل اناحي وسليم املاح. اما على مستوى الجبهه الهجوميه كجناح ايمن حكيم زياش، جناح ايسر سفيان بوفال، وكراس حربه يوسف نصيري. الشوط الاول يمكن نقول على انه سيطره واستحواذ كلي للمنتخب الوطني المغربي، سجلنا هدف الدقائق الاولى عطى ثقه كبيره للاعبين، والشوط بعنوان ابداع وامتاع اللاعب حكيم زياش قدم يسرى من ذهب، مجموعه من التمريرات الساحره اللي قدمها حكيم زياش وراء ظهر المدافعين ديال المنتخب جورجيا، عطى اسيست الهدف الاول بتمريره دائريه مقوسه رائعه سجل من خلالها الهدف يوسف نصيري، وكذلك ما جوج كيخرج اشرف حكيمي فاس فاس مع الحارس ديال منتخب جورجيا واختتم هذا الابداع بهدف ولا في الاحلام. ذكرني انا شخصيا بهدف يوسف البليلي في مرمى الزنيتي في البطوله العربيه، انك تاخذ قرار تسديد على بعد 55 متر من الشباك الخصم في جزء من الثانيه بقذيفه لا تصد ولا ترد. خص الاسم ديالك يكون حكيم زياش اللي صراحه ليس فقط في الشق الهجومي لكن حتى في الشق الدفاعي عاون كثير واسترجع مجموعه من الكرات. برافو وليد الركراكي اللي عرف ياثر هذا اللاعب وعرف يهضر مع اللعابه باش يخرجوا ويقدموا لنا افضل ما لديهم. الشوط الثاني المدرب وليد الركراكي عطى فيه الفرصه لمجموعه من اللاعبين، شفنا الياس الشاعر، شفنا الزاروري ربح كبير المنتخب على مستوى صناعه اللعب وكذلك في الاختراق في العمق، شفنا عطى الفرصه كذلك لعبد الرزاق حمد الله مكان يوسف نصيري، رغم انه ما توصلش بكرات كثيره الا انه في الكرات القليله اللي توصل بها استطاع يصطاد ضربه جزاء اللي نفذها باقتدار اللاعب سفيان بوفال. عطى الفرصه كذلك المزراوي مكان حكيمي وخلى كل يحيى عطيه الله وجبران باش يلعبوا المقابله باكملها. بالتالي كنعتقد على ان مكاسب عديده خرج منها المدرب وليد الركراكي في هذه المقابله. اولا يحيى عطيه الله عطانا الامان والاطمئنان حتى لا قدر الله كانت اي اصابه لا المزراوي ولا الحكيمي عندنا ظهير ايسر بامكانيات عاليه. يحيى جبران كذلك حتى لا قدر الله غاب سفيان امرابط، يحيى جبران بالمستوى اللي بين قادر على انه يقود خط وسط المنتخب المغربي. وثالثا واللي هو اهم شيء شفنا واحد اللحمه ديال المجموعه ديال اللاعبين المنتخب الوطني المغربي، وشفنا كذلك واحد الاجواء ممتازه داخل المنتخب الوطني. وفي الاخير كنتمنوا التوفيق وحظ موفق للمنتخب الوطني المغربي في مباراه الاربعاء امام الكروات. كنعتقد على ان لدينا كل الامكانيات الذهاب بعيدا في مونديال قطر 2022، لاعبين على مستوى اداره تقنيه ابانت في الثلاث مباريات اللي لعبتها امام الشيلي الباراغواي وجورجيا على الكفاءه ديالها. كنعتقد على انه بقليل من الحظ قادرين على اطاحه لوكا مودريتش وبعداو دي بروين والذهاب للدور الثاني في انجاز غادي يكون تاريخي تحت قياده مدرب وطني ماكير اسمه وليد الركراكي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا لايك، فعلوا الجرس باش يوصلكم جديد باول. تحياتي لكم والى فيديو مقبل.